كان عبد الله شابا من جبل برع، يسكن في بيت قديم من حجر يحيط به شجر التين والقات والبن. في صباح يوم الأربعاء قرر أن ينزل إلى سوق باجل ليبيع قليلا من البن ويعود قبل غروب الشمس. ركب سيارة شاص قديمة وهي الوحيدة التي تصعد لقريتهم، فطريق الجبل وعرة لا تقدر عليها إلا مثلها. لكن ذلك اليوم تأخر في البيع وفاته وقت انطلاق السيارة. حاول أن يجد وسيلة نقل تعيده للقرى المجاورة، ولكن بلا جدوى. وأخيرا وجد سيارة أنزلته قريبا من سفح الجبل، وكان الوقت حينها بعد العصر. الطريق من هناك تمر عبر واد عميق يعرف بوعرته وكثرة صخوره. الطريق تسير وسط أشجار كثيفة، والجو منذ الصباح ملبد بالغيوم الثقيلة. قال عبد الله في نفسه: 2 رايح و2 راجع بالحق قبل ما تظلم. لكن حينما بلغ منتصف الوادي هبط الليل فجأة، كأن السماء ألقت على الأرض عباء سوداء. وقف عبد الله وقال: ضاع الدرب، الليل سبقني. لم يكن معه كشاف وهاتفه فارغ من الشحن. السكينة تحولت إلى خوف. سمع صوت مجرى ماء وطائر يصيح من فوق الشجر، والرياح تمر بين الصخور كأنها تهمس له. دب الرعب في قلبه. رأى صخرة كبيرة فاتخذها مأوى وغطى جسده بشاله يحاول النوم، لكنه لم يلبث طويلا. لمح شيئا يتحرك باتجاهه، مد يده نحو جنبيته وأمسك بها بقوة. كان ضبعا في عينيه شر وجوع ظاهر. هجم الضبع وعبد الله تصدى له تقاتلا في ضوء الليل الخافت. صرخ الضبع ثم تلقى ضربة من عبد الله لم تقم له بعدها قائمة، لكن عبد الله أصيب بخدش عميق في فخذه. جلس يلهث بصعوبة والدم يقطر من ساقه، وفجأة لمح ضوءا خافتا يقترب وسط الأشجار فصرخ: يا ناس بالله من هناك! اقترب منه رجل من أبناء المنطقة، كان يقود حمارا محملا بالخضار ومقاضي البيت، عاده واصل من السوق. قال الرجل باستغراب: ماذا تفعل هنا في الوادي بهذا الوقت؟ الوادي مليء بالضباع والذئاب. حكى له عبد الله ما جرى، فضحك الرجل وقال: أنا أحمد، تعال بت الليلة عندي وبكر الصبح أريك الطريق. وصل عبد الله بيت الرجل فسقوه لبنا وأعطوه كسرة خبز دافئة وداووا جروحه. شعر بدفء ليس من النار بل من طيبة أهل الجبل. وفي صباح اليوم التالي صعد عبد الله الجبل وهو يردد: لا تغامر بنفسك، لا لسيل ولا ليل.